الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه خديت انذار في انذار في فلان في توقيف في انذار، يعني شي 5 ولا 6 المرات كيتبراو مني بعد من مواقع التواصل الاجتماعي، الخارجات الاعلاميه لا كذا 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 كذا. ملي ما بغيتش اخر مره عيطوا لي قالوا لي عندك اختيار، اما تدخل دابا الاوديو فيزيوال، غتدخل الخليه الالكترونيه في المديريه العامه للامن الوطني، غتمسح القنوات ديالك وتمسح الصفحات ديالك، ولا غادي يتم الطرد ديالك. يعني اختيار بيدي، ماشي انا طردوني، حيت دابا بزاف ديال الناس كيسمعوا طردوني، كنت جالس قالوا لي اجي انت خرج بحالك، لا عيطوا لي قالوا لي عندك القرار بين يديك، اما غتمسح هادشي وتحيد من مواقع التواصل الاجتماعي، ولا غيتم العزل ديالك. قلت لهم لا ما غنمسحش، قالوا لي سير بحالك اللي عاون وتم العزل ديالي. يعني قرار صائب، ما ظلمونيش وما ظلمتش راسي. يعني انا كان بيدي اما نختار البوليس اما السوشيال ميديا، يعني عادي وصلت لواحد الطريق مسدود خاصني نختار ها ولا ها. هما في القانون ديالهم تيقول لك ما تخرجش تصور، ما تخرجش خرجات اعلاميه، ما تهضرش، ما ديرش، من حقهم. ما بغيتيش خرج بحالك، هذا قانون ديالهم. علاش غادي نقولوا فاش فينا هو التعدي؟ انا هادشي ما كنتش عارفه، كنت صغير، كنت شويه مندفع، كنت ما عارفش بزاف ديال الحوايج كنجهلهم، ولكن قانون هما خدمتهم هذه. واش نفرض عليهم انا القانون ديالي؟ غنجي نقول لهم لا انت كمديريه انا غندير الفيديوهات وندير فيسبوك وندير تيك توك وانتم خاصكم تقبلوا بهذا الشيء؟ ما يمكنش، هذه راه اداره عندها قانون ديالها. دابا هذه اخي هشام الا كملتي عندي ممكن ندخل معكم. شوف اخي هشام، هذه نقطه من واحد البحر واحد البحر كبير، هذيك المديريه العامه للامن الوطني. الا بغينا نمثلوها احنا على اساس واحد المديريه اللي كتعطي الحق للناس ديالها، واحد المديريه اللي متطوره كما كيقولوا، هذه كيف يعقل اخي هشام؟ البوليسي كيخدم، كيكون غير خدام طرواويت مثلا، كيصبح كيعيطوا لك في التليفون كيقول لك غتكمل حتى ل 9، غتكون انت غتخرج مثلا عندك مثلا 6 الصباح للوحده، كيقولوا لك غتكمل حتى ل 6 مثلا. راه كيديروها بزاف، نعطيك غير مثال، كيعيطوا لك كيقول لك لا راه غتكمل غتخدموا الدوز. نهضروا على هذه النقطه دي وكمل، ماشي كنقاطعك، اخذ وعطاء. شوف النهار الاول فاش كتدخل البوليس كتسني ان البوليسي كيخدم 24 ساعه على 24 ساعه و7 ايام في الاسبوع، فوق ما بغاو كيعيطوا لك، غادي مفروغ منها. اي وقيته بغاو البوليسي هذا الله يا اخي، البوليس تغزف في حماس وما خدامينش 24 ساعه، ياك لاباس شنو كاين؟ هذا راه ما بغاو كيعيطوا لك، ولا ما نهضروش، ما نبينوش بين هذاك لو كور راه خايب. شوف حنا دابا تما كتهضروا بان لوكور خايب. اسمح لي اخي عبد الله، شوف لوكور ما فيه ما يتشاف اخي عبد الله، ما فيه ما يتشاف اخي هشام، بلا ما نكذبوا على الله. اللوكور اللي فيه العبوديه، انا نقول لك علاش هذا اللوكور، ولكن بلاتي اخي هشام وحنا ما قطعناكش، خلينا نهضروا اخي هشام، الله يجازيك. وراه اخذ وعطاء، ايوا اخذ وعطاء، غير فوقاش كنهضروا حنايا كيكون اخذ وعطاء، ملي كتهضر انت كيكون داكشي مسرح. هضرنا دغيا كنهضر وكنسكت. هو وانا دابا هضرت كاع ما هضرتش انا، عاد مازال ما قلت والو. تفضل اخويا، ما تعصبش اخويا، حنا راه كنتحاوروا، التعصب ما عندولاش، راه ما تاخذهاش شخصان، انا راه ما تندافعش، انا كنهضر في الحق. شوف انا كنهضر في الحق ماشي شخصانه ولا شي. انا ما علاش غنشخصن انا؟ شنو بيناتنا اخي هشام؟ ما بيناتنا حتى شي حاجه، ما نشخصن ما والو. ما كاينش شخصانه انا. شوف حنا ما كنهضروش معاك هشام، شوف هشام انا والله ما عندنا معاك مشكل. شوف اخي شوف والله ما عندنا. اخي عبد الله كيدوز المغالطات بزاف هشام، انا كنسمع له ما كندوزش المغالطات، لا ما بعض كندوزش عباد الله اخي هشام، واسمح لي انا واحد انت دابا كتقول لي كتكذب، انا نعطيك مثال، بلاتي انا نعطيك مثال بسيط اخي هشام، بسيط، والامثله ما اكثرها. واحد النهار كنتفرج في واحد اللايف ديالك انت وبدر هاري مثلا، انت وبدر هاري، قلت له انا الا شفتك انت في هذه الحاله في المغرب سكران وهذه راه غنكرويك وغنعيط للنيابه العامه وغندخلك وانت ما عندك اصلا لا صفه ضبطيه. لو علاش كنقول لك انت الهضره ديالك بزاف فيها المغالطات لعباد الله اخي هشام، كتكذب. شوف اي مواطن، اي مواطن اسمعني صاحبي اسمعني، لا غادي انت دوزتي دابا مغالطه، لا ما دوزتش مغالطه لا والو، هادشي خليني اخويا نجاوب، خليني نجاوب، كتقول من اللايف، خليني نجاوب اخويا، خليني نجاوب. جاوب اخي جاوب صاحبي. اسمعني، انا شفت واحد الانسان كيدير واحد الجريمه، واخا ما نكونش بوليسي نشدو ونعيط للبوليس يجيو يديوه. غتعيط للبوليس، هذا من حقي ندير الايقاف ديالو كمواطن، وانت كتقول له غنعيط. كتقول لي واش كتقول لي ما محققش؟ لا انا حتى الايقاف نلقى شفار نشدو الكتف ونعيط للبوليس. غتعيط للبوليس دابا كتقولها لي انا، الكتف ونعيط للبوليس كيحول لي، ولا شي اسمع تقول له ما نعيط للنيابه العامه. الله يرضي عليك، اسمعني في قانون، اسمعني اخويا، في قانون المسطره الجنائيه
في قانون المسطره الجنائيه تشوف واحد كيتكريسا وما خليني نهضر اخويا ولا نهضر. في قانون المسطره الجنائيه تشوف واحد كيتكريسا وما تدخلش كتسمى عدم تقديم مساعده لشخص في حاله خطر وتمشي انت تتابع وتمشي للحبس. هذه بوحدها. شنو؟ وانت من خلال اللايفات ديالك كتقول السيد انا غنعيط للنيابه العامه مباشره وغنكرويك وابار هذه. انا كمواطن وقع عندك الحشيش في يديك عندك كميه نوقفك ونعيط للبوليس ويديوك وعندي الحق مواطن صالح ما بغيتش الحشيش يتنتشر في البلاد. انا مواطن صالح ولكن اسمح لي من حقي كمواطن ديالها. مداخله ولكن شكون كيحميك اسمح لي ولكن شكون كيحميك وشكون كيضمن لك ان داك الشخص اللي غتشدو بالحشيش وتقدمو يقول لك انك انت معاه؟ ما تنقدموش انا كنعيط للبوليس يديوه. كتبلغ يشركك معاه ويصيدك. شكون قال لك انه لا ما يشركنيش معاه كنعرف اش كندير. كل واحد شوف راه ماشي غادير الناس اللي كيعمروا الناس اللي عندهم الصفات الضبطيه هما اللي كيتصنتوا اخي عبد الله احنا كنعرفوا باللي المسطره الجنائيه في المغرب كامل، المشرع المغربي المسطره الجنائيه كلها في ديك البلاد راه كامله تقابي وكامله متقوبه وما عندها حتى شي علاقه مع حقوق الانسان نهائيا. راه ملي كنقولوا حقوق الانسان ماشي كنهضروا على بلاد الملخمه. كاين حقوق الانسان في المغرب لكن اسمح لي واخا لا ما تدوش مغالطه لا المسطره الجنائيه والقانون الجنائي والقضاء في المغرب ما فيش تقابي مزيان الوطن تقدر في الدوله تهضر كيعطيوك الدنيا باش تضرب في الوطن ولا شنو؟ باش خونتيني والديك فين عايشين انت يا شريف؟ والديك فين عايشين؟ بلاتي والديك فين عايشين؟ امك كيدخل عليها للدار كيدخل عليها للدار خوك كيدخل عليها للدار كيجيو يجلسوا لك امك كيفاش كتقول كل تقابل كل هذيك شي واحد عائله هنايا في المغرب عائله عايشه في الامن والامان في المغرب وما كانش الامن كره كيدخل على دارها. الله عز وجل لا ما تبقاش تهضر كاين الامن كاين القانون في هذه البلاد هذه دابا باش يعطيوك الحريه تصدر في البلاد. اسمع كنهضروا على بلادنا دابا تدخل على والديك للدار. انا ضارب 10 سنين السيرفيس وما ضارب انا ضارب 10 سنين في السيرفيس يعني اللي ما ضارب ضارب 10 اللي ما ضارب ضارب 10. شنو السيرفيس ضارب هشام؟ شنو السيرفيس ضارب هشام؟ 10 سنين السيرفيس ضارب. انا واعر عليك انا اللي درت عمرك ديرو في البوليس يا عبد الله. شنو ضارب انت؟ كنت كتنقص من راسك شنو ضارب انت؟ وانت اجي نقول لك اجي ياك ما جاب لك الله قدم من راسك انت شنو ضارب؟ تهضر معك غير مني طالع غير مني حيت دوزت ما دوزش فيه حتى الربع كتضرب بحساسيه ماشي غير منك من حساسيه راكم ما كانش هذا الامن وهذه المؤسسات اللي كتضرب فيهم انت كتدخل على والديك عائشه انا بغيت نضرب عائشه انا والله عايشين ندوز علاش خويا ايوب هو كيف ندوز بطال عليك انا باعتراف الجميع. ونعطيه سؤال ما طالعينش باش نسلك الكارير ديالك. عطيني السؤال بسيط عطيني السؤال خلينا الشافعي يعطيني السؤال والله اسمعني والله راه السؤال